تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض شوية بطاطا بجد بطريقة أسهل وأبسط طريقة هتشوفيها للبطاطا من غير افتكاسات ومن غير حوارات ومن غير حتى مواعين كتير. وهتنزل بقى الصوص اللي انتوا شايفينه ده حرفيا بطاطا دايبة. هي دي اللي اتقال عليها معسلة قوي يا بطاطا. انا هنا جبت البطاطا كده جبت 2 كيلو من البطاطا، عايزة اكتر قلب براحتك، ونقعته ومسكت واحدة واحدة كده غسلتها حلوة قوي بفرشة الخضار او بليفة جديدة براحتك بقى اللي بتنضفي بيه. وجبت نص كوباية من السكر كده، عليها معلقة صغيرة بس مليانة من القرفة، مش بتحبي القرفة استغني عنها، بس القرفة مع البطاطا بتبقى حلوة قوي. وده كيس حراري كده من اللي بيخش الفرن اللي بنعمل فيه الفراخ او البط. جبته كده وهمسك بقى واحدة واحدة كده انزلها في السكر والقرفة. بصوا هي ما بتاخدش كتير لانها يعني مندية مش مبلولة قوي. انا سبتها حوالي بعد ما غسلتها سبتها ساعة كده كانت نشفت شوية. هنعمل بقى كل الكمية كده، ودي كانت واحدة كبيرة كده قسمتها عشان يبقى كله سوا واحد، قسمتها نصين كده. وبرضو هحط عليها القرفة والسكر وهدخلها جوه الكيس. وبعد ما اخلص كل الكمية السكر والقرفة اللي فاضوا هنزلهم على الكيس كده زي ما انتوا شايفين. وهنربط بقى الكيس حلو قوي كده باللي هو الرباط بتاعه. وهنا بقى هكون مشغلة الفرن على اعلى درجة عندك. خلاص، ولازم تدخلي البطاطا يكون الفرن سخن، ركزوا في الحاجات دي عشان بتفرق قوي. يعني مش تبقي لسه فاتحة الفرن وتدخلي البطاطا، لا، خلي الفرن يحقق الحرارة الاول وبعدين دخليها. خلاص، انا هنا ربطتها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب صينية بقى كده واحطها فيها، بس الاول هروح مديها كذا فتحة كده بالسكينة، لان هو الكيس ده لما بيخش الفرن بيتنفخ كده، فلا قدر الله ما يفرقعش معاكي، فاديله كذا تخريمة كده 3 4 تخريمات كده بالسكينة. وهنزل انا هنا بكوبايتين من المية كده عشان الصينية ما تتلسوعش ولا حاجة. ويفضل هنا بقى يا جماعة عشان البطاطا ما تطولش معاكم، ويفضل تنزلي بمية مغلية. خلاص، انا هنا سبتها ساعة بالظبط عشان انا البطاطا بتاعتي رفيعة. وحاولي لما تجيبي البطاطا تنقيها رفيعة بتبقى طعمها حلو وزي السكر. خلاص. طب لو جبتيها تخينة يبقى يا هتقطعيها كده نصين زي ما انا عملتها، يا الا هتكتري عن ساعة بقى. انتي بقى شوفي الدنيا، يعني هتفتحي كده الكيس وتشوفي. بصوا بقى طلعت حرفيا، يعني مش قادرة اقول لكم، هي تتحدث عن نفسها. بصوا الكراميل اللي تحت بقى، السكر والقرفة اللي احنا حاطينه تحول لكراميل كده. يعني بجد طريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، وما عملتش بقى مواعين ولا حرقت حلل. انا اعرف ناس كده لما كل يعني لما تيجي تعمل بطاطا لازم في حلة تروح كده بتتحرق منها وبتلزق. دي طريقة مضمونة وسهلة، وبصوا دايبة، يعني بصوا مش مستحملة ان انا امسكها. بصوا فصلت الجلد عن اللحم ازاي. جربوا الطريقة دي على ضمانتي، وفعلا سكر ومعسلة، مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي.